واللي بعت لنا الخطأ ده كريم السيد. لما خاله إبراهيم نصر بيروح عنده وبيخش يقعد على الكرسي في أوضته، بيبان واحد في مراية التسريحة من تحت قاعد على الأرض، وهو الشخص اللي ماسك المايك. فانت كنت عايز يبان، انت فاهم يا خالو النهارده دينا جايه من السفر. اللي تحبك علشان جوهرك، مش مهم عندها فخادك ولا وراكك ولا. حفل التأبين بتاع خالد البطل وهو بيقرا الورق اللي كان كاتبه، بيبان بوضوح نهاية الماسك اللي لابسه أحمد حلمي على وشه عشان يبان إن هو تخين، لأن الماسكات اللي بتبين الشخص تخين في العادة بتبقى نص الوش بس لحد الحواجب، والجزء الباقي اللي هو في العينين والحواجب والقورة بيتساب عادة عشان يقدر يبين تعبيرات. في أغلب الفيلم الحتة دي ما كانتش باينة، بس في المشهد ده بالذات كانت واضحة زي الشمس. طب بغض النظر عن إن جسمه كله كان باين إنه بيلمع عشان هو في الحقيقة كوتش. واللي بعتولنا الخطأ ده الست اتخنقت منه عشان بيعيب في أكلها، فقامت من على السفرة، وهي بتبتدي تقوم بتبقى من غير إشارب، ولما بتقوم بتبقى بإشارب. بينده على البواب تحته بيقول له يقفل باب الأسانسير، يا صبري يا صبري اقفل باب الاسانسير. لكن بعد ما بيخلص كلامه مع جاره بنلاقي إن الأسانسير بينزل من فوق. اتفضلي سامة سوسة اتفضلي. إكس لارج. واللي بعتولنا الخطأ ده لما بيروح معاهم الجنازة بتاعت قريبتهم بيفتح الباب وبينزل من العربية. لما الباب بيتفتح وهو بينزل منه بيبان عليه انعكاس كل فريق التصوير. على مهلك يا ماما على مهلك. على مهلك يا حبيبتي يا غالية. على مهلك يا ماما على مهلك. حبيبتي يا غالية. على مهلك يا ماما على مهلك. اتفضلي. السلام عليكم. واللي خد باله من المشهد ده أثناء ما إنعام سالوسة ودنيا سمير غانم بيتكلموا في المشهد ده بيظهر تحت على الشمال كلب باصص للكاميرا. يا ساتر ولا امه. الكلب ده ما كانش له وجود في الفيلم، واضح إن هو ظهر في المشهد بالغلط، وإن ده في الحقيقة كلب بتاع حد من الممثلين، واللي بيأكد إن هو فعلا ظهر بالغلط. أول حاجة إن الكلب مش بس بره مركز الفريم لكن كمان أوت اوف فوكس. تاني حاجة إن هو كانش له ذكر في الفيلم، وخصوصا إن شخصية أحمد حلمي في الفيلم بتخاف من الكلاب، وهو راح عندهم من غير ما يجيبوا مشهد إن هو خايف منه ولا إن هم بيحبسوه قبل ما يجي علشان ما يخافش. واللي خد باله من الخطأ ده وحيد هداية. هنا بيبقى ماسك العكاز بإيده الشمال وأحمد حلمي بيسند إيده التانية، لكن من الكاميرا التانية وفي نفس اللحظة بيبقى ماسك العكاز في إيده اليمين. ودي اوصلك. لمحمد فايز لما حبسوه في الأوضة عشان كان عايز يخس قفلوا عليه الباب من بره، ولما في الآخر حس إن هو مش جعان انا مش جعان. طلع وفتح الباب عادي جدا. الشخصية اللي بيقوم بيها أحمد حلمي نسيت إن رمضان كان تاني يوم وما خدش باله لما شاف الزينة، لكن لما بيطلع الشقة بيكلم واحد صاحبه بيقول له إن الأجازة على المكتب، مع إنه لسه واخد باله إن رمضان بكرة. ايوه اشرف انا معاك اهو. بقول لك ايه، طالب الاجازه هتلاقيه على المكتب بتاعي. ها فين البيت؟ كان في بيضه اهي. انزيم الحلي. النبي اوعى تنسى. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشير الفيديو في كل مكان، ولو دي أول مرة ليك هنا ما تنساش تعمل سبسكرايب. شكرا للمشاهدة.